طيب الأعشى. صناجة العرب. ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، وعاد كما عاد السليم المسهدة، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددة. ألا أي هذا السائل أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تريحي، وتلقي من فواضله يدا. عليه الصلاة والسلام. نبي يرى ما لا ترون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. له صدقات ما تغب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا. ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصد. ياه. نعم. عليه الصلاة والسلام. قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاعر الكبير الأعشى. نعم. ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل. كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة، لا ريث ولا عجل. يكاد يصرعها لولا تشددها، يا إلهي. إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. نعم. يعني إذا تقوم يضوع المسك أصورة، والزنبق الورد من أردانها شمل. هو هذا الإيقاع الموسيقي الذي تميز به الصناجة. نعم. لماذا سمي الصناجة؟ كأن شعره كان يغنى أو هو كان يغنيه. يعني قالوا عندما كان يكتبه يقوله كان يغنيه غناء. يعني لاحظ الإيقاع الموسيقي في المعلقة صحيح. التي كنت تقرأها. غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل. كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة، لا ريث ولا عجل. يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. هذا بيت رائع. أي يكاد يصرعها الكسل. نعم. إذا قامت إلى جاراتها لولا تشددها، لولا أن تتماسك. يعني. وهذا المعنى نثره في البيت. يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. يعني الكسل فاعل للفعل يصرعها. يكاد يصرعها الكسل في حال قامت إلى جاراتها لولا أنها تتماسك. يا سلام يا سلام. وهذه للشعر لغة انزياح.